يعني اخوان بزيرة سبب الاداء المقرف ده؟ اسمع. النقطة التانية الحقيقة ان الزمالك محتاج لعيب مختلف وعنصر مفاجئ في الملعب. ما ينفعش لا تحتفظ. طب يا حبيبي انت بتقول لنا احنا؟ قول للاداره العره اللي موجوده، فهم الاداره دي ان احنا محتاجين لعيبه وان الفريق مش هينفع يكمل كده. فهم الاداره العره الاول، بعد كده تعالى كلمنا. كمل. بواحد على الاقل من العناصر دي، ادم كايد، محمد حمد، احمد صفوت، اي لاعب مختلف لغايه ما تقفل ملف بزيرة ده ضبه ومفتاح. لان ملف بزيرة ضربه في الصميم، اللي عملها قصد يضرب الزمالك في الصميم في موضوع بزيرة دوت. لان انت قيدك مقفول ومتكتف ايد ورجل، فهو عارف كويس قوي ان عنصر زي ده يفرق معاك جدا في اول الموسم. لان الحقيقه هذا التجاهل وهذا الابتعاد وعدم الرد وعدم وجود اي شيء للاعب عقده ساري، مؤكد الراجل ده في دماغه حاجه، ومؤكد في شيء معين متلقنه، ومؤكد في خطه معينه هو ماشي عليها ما شافهاش في يوم وليله. الموضوع لا يمكن ابدا انك تاخده كده ببساطه. فالزمالك عنده خساره فنيه كبيره جدا، لانه ما كانش محضر نفسه لسيناريو زي ده. كان محضر نفسه ان مع كل المشاكل دي انا معايا فرقتي، لكن فرقتي كمان بينقص منها واحد من اهم العناصر اللي عندهم قدره على المفاجاه. النهارده الشوط الاولاني انت صنعت فرص، والله العظيم ولا صنعنا ولا نيلنا، احنا ادائنا زي الزفت. احنا لو هنكمل الدوري بالمستوى اللي يقرف ده هننزل ننافس الاسماعيلي في الدرجه الثالثه مش الثانيه. كمل. كنت تقدر تخلص المباراه، وكنت تقدر ان انت تطلع متقدم. والكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي دوت نأخره شويه. خلوا بال حضراتكم، احنا عندنا مشاكل فنيه، عندنا مشاكل فنيه حتى لو كنا كسبنا النهارده. بس في النهايه انا كنت امني النفس ان فاتوره الاعداد المتاخر وغياب عدد من العناصر الاساسيه الى اللحظه يبقى متاخر شويه. لكن ادي الله وادي حكمته، انت تعادلت اول مباراه على ملعبك امام منافس فنيا على الورق، كل الاحترام طبعا لزعيم الصغر، لكن فنيا الاتحاد مش من توب 4 ولا من توب 6 حتى الان في المسابقه. والله العظيم يا جدعان الاتحاد، مع احترامي للاتحاد وجمهوره، بس نادي الاتحاد السكندري كان ميت في الملعب فنيا على الله خالص، وانت كمان كنت ميت.